السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير. في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى غادي نقدم لكم شباكيه، يعني بمقومات اولا بمكونات سهله. واخا معايا الشاف موحه قال لي ماما انا بمكونات سهله، ماشي شي حاجه اللي كثيره، وبلا ماكينه بلا تشباك، بطريقه سهله ان شاء الله. هكا بزاف الناس ما كيعرفوش يشبكوا يعني الشباكيه، منهم انا بطبيعه الحال، اعتراف فضيله. المهم ما كنعرفش انا نشبكها، ويعني لقيت هاد الطريقه هي اللي سهله، وحتى المكونات ما كايناش شي حاجه اللي كثيره. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج 500 غرام ديال الدقيق اولا الفورص، غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده مارغرين اولا هكا ديال البواطه العلبه، يعني النص ديالها هي 125 غرام. غادي ندوبها من بعد. غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، واحد المعلقه صغيره ديال النافع بطبيعه الحال اللي نقيته هكا وحمرته في المقله وطحنته، خديت منه هكا واحد المعلقه صغيره ولكن هي عامر. غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الخل الابيض، خماره وحده ديال الحلوى. غادي نحتاج الحليب. بالنسبه للحليب عندي دابا هنا كاس، ولكن الا احتاجيت غادي نقدر نضيف من بعد، يعني على حساب دائما الدقيق، يعني على حساب النوعيه ديال الدقيق. عندي المزهر غادي ندير منه واحد 2 معالق، وواحد القبيصه ديال الملحه. هادشي اللي كاين. غادي نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي ناخذ هكا واحد الشبيكه نغربلو كلشي معايا بطبيعه الحال الشاف موحه ياك. كان اللي نغربل لازم نضيفو هادو القرفه والنافع. كاين اللي كيبغي يزيد فيها هكا الزنجلان يعني مطحون اولا اللوز مطحون، يعني انا حاولت ندير ابسط حاجه، يعني مكونات ديال يعني مكونات اقتصاديه. صافي ماما طيني غادي نضيفو هنا معلقه صغيره ديال الخل. الخل كيهشش لينا الحاجه. غادي نضيفو خماره ديال الحلوى، وغادي نضيف 2 معالق ديال المزهر. وكيف قلت لكم بالنسبه للحليب واحد شويه 2 معالق وشويه. شكرا. غادي نضيف كذلك الزبده اللي ذوبت. بسم الله. نخلطو هادشي باقي الزبده سخونه. نضيف الحليب. لا سمحيلي هاك صافي بلاتي، خلي بلاتي، يعني الحليب ما نضيفوش دقه واحده بلاتي. لا بلاتي تنقول لك زيدني. واخا الحليب ما غاديش نضيفو دقه واحده، كيف قلت لكم على حساب النوعيه ديال الدقيق. كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. يلا ار شويه دابا. شكرا. بالنسبه للعجينه خاصها تكون يعني ما قاصحاش وما جارياش باش نقدروا نتحكموا فيها ملي نبغيو هكا نسرحوها بالمدلك. المهم انا غادي نستمر على هذه الطريقه. نجمع العجين ديالي كيف قلت لكم. الا احتاجيت هكا الحليب غادي نضيفو. لا ماما انا بالنسبه ليا الحليب بعدا كتبان ليا بانها راه يعني مزيانه. المهم انا غنجمع العجين. من بعد ما جمعت العجين كيف كتشوفوا، يعني ما عاودش يعني ضفت ليه الحليب، غادي نديرها في واحد البلاستيكه بلا ما ندلك بلا حتى شي حاجه. غنديرها في واحد البلاستيكه وغادي نخليها حتى ترتاح ونعاودو نتلاقاو. من بعد ما خليتها ارتاحت هكا واحد ربع ساعه، غادي نقسمها هكا لقطع باش نسرحهم. ونخليهم في البلاستيكه باش ما تبقى لينا العجينه يعني مرتاحه. ما غاديش غادي نسرح. هذه هي الاولى. غادي نخلي هادو بلاستيكه. غادي نستعمل شويه الدقيق. غادي نرش هكا شويه الدقيق وغادي نسرح العجين ديالي. بسم الله. وتكون ما غليظاش وما رقيقاش.
بالنسبه للدوائر غادي ندير انا هذه. حاولوا هكا باش تجينا مقرمشه، ما تجيناش غليظه. نعم جلس. غادي نسرحها على هذا الشكل. كيف قلت لكم يعني هاد الطريقه كتجي ساهله بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني ماكينه ديال التشباك ديال هكا سراح ديال لي باط، ولا راه معروفه ديال بوشنيخه. هاد الطريقه يعني ساهله. بسم الله. درت هذا يعني بحال الشكل ديال وريضه باش حتى الشكل ديالها هكا كيجي زوين. صافي يعني ما جاتش. هي جات وحده هنا. غادي ناخذ القطاعه اولا الجراره. بسم الله. غادي ندير هكا، ما غاديش نقطع العجين وانما غادي ندير غير الوسط باش تجيني مشرطه من الوسط. كيف شفتوا يعني طريقه ساهله ما فيهاش تماره بزاف، فيهاش قوه تشباك ولا قوه. حتى المقادير كيف شفتوا معايا يعني مكونات ساهله، وحتى المذاق يعني ديالها كيجي زوين. هاد المقادير كنديرهم حتى في بوشنيخه، نفس المقادير. كيفشوني بسهوله دغيا كتحيد. وحتى العجينه ملي كنرشو هكا بشويه الدقيق يعني ما كتلصقش لينا. كنعاونوها. غادي ندير ليها اجي حدايا. غندير ليها هكا نقروا لي فيها ونحاول بانني ما نزيرش. غادي ندور على هذا الشكل وما نزيرش. كيف شفتوا يعني كتجي محلوله. الا بغيتو ديروا لها على شكل حلزون يعني بحال هكا، على شكل هكا حتى هي كتجي زوينه، اولا تخليوها بشكل طولي على هذا الشكل. غادي نعاود يعني هكا سرحت العجين. بالنسبه للدوائر تقدروا تصغروهم اولا تكبروهم. انا درت هذه اللي متوسطه. صافي. غادي ناخذ القطاعه كيف قلت لكم، نحاول نورك باش ترشم ليا مزيان. بالنسبه للعدد راه ماشي مهم انني زعما شحال درت ديال الرشيم. ندير ليها هكا كنقلبها وكندير ليها هكا. شي على هاد الشكل، يا كنخليوها هكا يا كنديروا لها هكا. كنفضل انها تبقى هكا، يعني ساهله ما فيهاش شي حاجه. غادي نستمر على هاد الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله ونعاود نتلاقاو. ومن بعد ما ساليت كناخذ واحد شويه الماء كنديرو غير هنا هكا في الجنيه. نوريكم باش ما تحلش لنا في القلي اللي هكا، وكنسد عليه هكا مزيان باش في القلي ما يتحلش لنا. صافي. دابا انا غنحط الزيت يسخن ليا ونبداو نقليو. هكا البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا ديال اليوم، الشباكيه ديال الكذوب. هادو البنات شي هكا واحد جوجات مع 3 تحلو كيجيو على هذا الشكل، تما الشكل ديالهم زويون.
الا بغيتو تخليهم كاع غير هكا. هادو ها هما ساهله ما فيهاش تماره ولا شي حاجه. بالنسبه للعسل درت العسل مهم حيت فايت حاطه في القناه، بغيتش نعاود نصور. غنخلي لكم الرابط ديال العسل في صندوق الوصف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هكا شي حاجه اللي سهله واقتصاديه ودغيا تتوجد وصافي. ما تنساوش تابوناو في لاشين، تضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم جديد، تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. مع السلامه.